في فعل معين انت بتعمله او نقدر نقول عقلك بيعمله، والفعل ده انا بعتبره من المصادر الاساسية للتوتر والقلق والخوف. طبعا انت هترد على طول وتقول لي طب ما الموضوع يا نادر مش محتاج فيديو، يعني ده موضوع بسيط، قول لي الفعل ده هو ايه ونبطل نعمله ويبقى كده خلاص خلصنا من مصدر القلق والخوف. هقول لك على طول ان الموضوع مش بالبساطة والتفاهة اللي حضرتك بتتكلم فيها دي، يعني أنا آسف، يعني الموضوع معقد حبتين. ليه؟ لأن الفعل ده يا صديقي العزيز فعل غير واعي، يعني إحنا مش بنعمله بوعي، مش بنعمله عن قصد. ودلوقتي خليني أوضح. عقلنا يا صديقي نقدر نقول مجازا إنه مقسم لجزئين. إيه رأيك في مقسم دي بذمتك؟ جزء واعي، وده الجزء الخاص بالتفكير والإرادة الحرة والتخيل والمنطق، كل الحاجات اللي احنا بنعملها بوعي. وجزء تاني احنا بنسميه لا واعي، أو الأدق إن احنا نقول العقل اللي هو اللي بنقول عليه العقل الباطن، أكيد سمعت عنه. العقل الباطن ده بقى المسؤول عن أي حاجة خارج حدود وعينا أو سيطرتنا، يعني مسؤول مثلا عن كل حاجة بتحصل في جسمنا من جوه، طبعا فيما عدا الحركة دي بنعملها بوعي، لكن كل حاجة جوه، الدورة الدموية والحركة القلب والأعضاء وكل ده عقلنا الباطن هو اللي مسؤول عنه. وفي برامج كتير لا واعية برضو مش واعيين بيها، بس البرامج دي هي اللي بتحكم أو بتحدد تصرفاتنا في حياتنا. العقل الواعي في كل حاجة احنا نعرفها، لكن العقل الباطن في كل مشاعرنا. العقل الباطن ده بقى، او ايا كان حضرتك عاوز تسميه ايه، مش عايزك تتعلق بالالفاظ، المهم ان هو ده اللي بيعمل لوحده الفعل اللي انا جاي اقول لك عليه، اللي هو بيسبب لنا قلق وخوف دائم. والفعل ده هو الحكم. الحكم يعني ايه؟ يعني هو بيحكم الحاجة دي حلوة، ايه بتخليني فرحان، او الحدث ده او الموقف ده وحش وبيخليني قلقان منه وخايف. طيب وده مهم في ايه؟ ده مهم لان احنا كده ممكن يكون عندنا عركة او نزاع ازاي؟ عقلنا الواعي ممكن يكون شايف حاجة، عارف ان ده حلو، لكن عقلنا الباطن حاسس ان ده وحش. وهنا نلاقي امثلة كتير، زي مثلا الرياضة. كل الناس عارفة ان الرياضة حلوة، الرياضة مفيدة، بس هل كل الناس بتلعب رياضة؟ اكيد لا. ليه؟ لان انت ممكن تكون عارف عقلك الواعي ان الرياضة حلوة وانا لازم العب رياضة عشان ابقى لائق بدنيا، بس عقلي الباطن مش حابب الرياضة، فهيخليني مش حاسس اني احب الرياضة. خدت بالك؟ مش حابب الرياضة، شعور ما اقدرش اعمل فيه حاجة. عقلي الباطن اللي يحدد، هو المسؤول عن المشاعر، فهيخليني ملعبش رياضة. يعني مثلا اسأل اي حد انت بتشرب سجاير ليه؟ يعني هل هو مش عارف ان السجاير مضرة او بتدمر صحته؟ لا، هو عارف بعقله الواعي، بس عقله الباطن لا، شايف دي حاجة ممتعة جدا، انا حاسس ان انا بحب السجاير، فبالتالي بيعمل الفعل ده. وصل لك احساسي؟ خدت بالك احساسي؟ فبالتالي اكيد انا مش جاي اقول لك على فكرة بطل تحكم على المواقف سواء كانت حلوة او وحشة علشان تبطل تقلق، لان ده مش هيكون مفيد تماما. لان حتى لو انت عارف انك ما ينفعش تحكم على المواقف، لان انا عارف ان ممكن الموقف اللي انا خايف منه ده او قلقان منه ممكن يطلع حلو، لو انت عارف كل الكلام ده بعقلك الواعي، ده ملوش اي لازمة ومش مفيد. ليه؟ لان انت برضه هتفضل تقلق، لان عقلك الباطن هيفضل شايف ان ده وحش. فالمعرفة العقلية، المعرفة الواعية مش هتفيد في حاجة طالما احنا بنتعامل مع مشاعر. لازم نتواصل مع الجزء من العقل اللي احنا بنقول عليه العقل الباطن المسؤول عن المشاعر. طيب ازاي بقى انا نادر اتواصل مع عقل الباطن واقدر اقول له لو سمحت ما تسببليش قلق على طول، او ما تحكمش على المواقف سواء كانت حلوة او وحشة عشان ما تخلينيش احس بقلق وخوف على طول؟ عن طريق انك ما تصدقش كل حاجة عقلك بيقولها، وعن طريق اننا نفهم ان مشاعرنا دي هي مجرد اللغة اللي عقلنا بيتكلم بيها. زي ما انا قلت قبل كده، لو حاسس ان انا قلقان، فاحساسي بالقلق ده هو مجرد كلام جسمي بيقوله، ان بيقول لي يا نادر
خلي بالك لا الموقف اللي جاي ده ممكن يسبب لنا ضرر. فبالتالي تعيد حساباتك. تمام، لقيت نفسك مفيش حاجة بإيدك تعملها، أوكي تمام، لكن هل مشاعر القلق دي معناها فعلا إن 1,000,000% في ضرر هيحصل لي؟ لا طبعا ده وهم. وقبل ما أتكلم أكتر وقبل ما أقولك إزاي تعمل الموضوع ده، جهز نفسك لعدم الارتياح والألم، لأنك لو ناوي تطبق أول حاجة هتحس بيها عدم الارتياح. لأن أكيد يعني بشكل منطقي اللي عقلك متبرمج عليه بقاله سنين عمره ما هيغيره بكل سهولة. لا أكيد أنت هتحس دلوقتي إن إيه اللي هو بيقوله ده كلام فارغ، بس مش معنى إن أنت حاسس إن ده كلام فارغ يبقى فعلا كلامي ده فارغ. لا، ممكن يكون هو ده فعلا اللي هيساعدك إنك تتخلص من القلق. دلوقتي بقى أنا هقولك إزاي أنا بطبق الكلام اللي أنا لسه قايلهولك ده في حياتي أنا كنادر الشخصية عملي علشان توصلك الفكرة بشكل أحسن. أول حاجة بعملها كتطبيق على الكلام اللي أنا لسه قايلهولك ده، لما بلاقي نفسي قلقان من حاجة أو في حدث في المستقبل حاسس بخوف تجاهه أو قلق تجاهه، أول حاجة إن أنا بلاحظ إحساسي ده وبفكر نفسي إن إحساسي ده لا يعني أي شيء في الحقيقة، هو مجرد زي ما قلت لك طريقة عقلي بيقول لي بيها خلي بالك إن الفعل ده مضر. وكلمة مضر بالنسبة لعقلك معناها إن هتسبب لنا عدم راحة أو ألم. فبالتالي زي ما قلت لك تمام، قول لعقلي تمام شكرا، بعيد حساباتي تاني، بشوف لو أنا عامل حاجة مثلا غلط أو كده، في حاجة بإيدي أعملها تمنع فعلا الفعل ده، مفيش أي حاجة بإيدي أعملها. بقول لعقلي شكرا جدا يا عقلي العزيز على مجهوداتك، بس خلي بالك إن كل شيء نسبي، وإنت يا عقلي العزيز مش عارف الحلو من الوحش ومش عارف كل حاجة في الكون، فبالتالي أنا مش مصدقك. فعقلي يقول لي مثلا طب انت لو سبت شغلك انت هتجيب فلوس منين؟ انت ناسي انت وراك ايه؟ حاجات كلها تقلق. وردي بيكون إن أنت مش عارف الحلو من الوحش، فما تقوليش على حاجة وحشة لأنها ممكن تطلع حلوة. ومش قادر أقولك يا صديقي قد إيه الموضوع ده مش مريح. يعني اوعى تفكر إن هتعمل كده الله أنا عملتها سهلة فبالتالي ما بقيتش بقلق تاني. يعني زمان كل الناس عملتها ومحدش بقى يقلق، صح؟ بس أنا عاوزك تعرف إن عدم الراحة ده مؤشر كويس جدا، لأن ده معناه إن عقلك الباطن بيعيد برمجة نفسه، معناه إن أنت بتتغير. الشخص اللي كان بيقلق كتير بدأ ينمو لشخص تاني ما بيقلقش كتير بنفس الدرجة. وأثناء التحول ده، أثناء النمو ده، طبعا أنت بتحس بألم وبتحس بمعاناة وبتحس بعدم ارتياح، لأنك ماشي عكس اللي أنت متبرمج عليه. تشكيك وكل حاجة بيقولها عقلك لو دي عمرك ما عملتها قبل كده، فدي أحسن وأقوى مهارة ممكن تكتسبها في حياتك. بس لو أنت حابب يعني تسمع مني أكتر في الموضوع ده بالتحديد، إني إزاي أعيد برمجة عقل الباطن يعني فعلا من غير كلام فارغ فعلا، فبالتالي أنت ممكن تشوف الفيديو ده عشان ما أطولش عليك. أنا نادر رجب وأشوفك في الفيديو السابع، وسلام.